شو هالشياكة شو هالشياكة ما شاء الله وانا ماشي. مرحبا، السلام عليكم. شوفوا مين صديقي العقاري عبد الرحمن عياش دوسلدورف إيموبيليان كوفمان. الله حيه والله. ما شاء الله عليك انت منور المحطة. ماشيين هون في المحطة وحاليا راح نطلع ان شاء الله لبرا، عندنا شوية شغل راح نقضيه تابعونا اليوم، راح نعمل احلى اجواء في دوسلدورف ان شاء الله. يلا حنكمل وان شاء الله بنرجع لكم. هلا والله يا جماعة، وين نحن تحديدا هلا عبد الرحمن؟ نحن ببرلينا الي بقرب الايهاكا اندستري هاندلز كاما في دوسلدورف. نعم. اي واحد بيبحث على اوسبيلدونج ايموبيليان كوفمان في يتواصل معنا ونحن بنساعده بكافة التفاصيل. هذا المكان هون في وسط المدينة مثل ما كنتم شايفين، وصديقنا المقاول العقاري عبد الرحمن هو راح يكون بإذن الله معنا بكثير تيبس نصائح ان شاء الله عن العقار والاستثمار العقاري. موجود في دوسلدورف راح نكمل، والانرجي بألمانيا حتى بشكل عام. يعني من هذا المكان ان شاء الله راح نعطيكم شغلات كثير تستفيدوا منها باذن الله. عبد الرحمن فيك تشرح لنا او تحكي لنا عن المبنى هذا الاسود؟ هذا المبنى خاص هون في دوسلدورف في سوق البورصة. أي واحد بده يتعرف على الأسهم، أي واحد هون الشركات لما بدها تيجي تسجل حالها في سوق الأسهم والأوراق المالية خاصة في دوسلدورف وألمانيا، فبتوجب عليهم أنهم يملوا الأوراق المطلوبة من أجل تسجيل شركتهم في سوق البورصة. شكرا. بدكم تسجلوا بالبورصة لازم تجوا مثل ما شرح عبد الرحمن، لازم تجوا على هذا المكان اللي هو مركز البورصة في مدينة دوسلدورف. شكرا. تحياتي. منتابع. خلينا نسأل مختص عقاري عن سعر المتر هون على شارع الماركات. شريكي وصديقي عبد الرحمن مقاول عقاري، راح نسأله بس عن سعر المتر في هي المنطقة، هي شارع الماركات، وراح نشوف نصائحه لنا. هلا الآن في كونكس عليه فينا أخبركم إنه السعر يبدأ هون في هذا الشارع من 50,000 يورو. سعر الواحد متر فقط الأرض دون البناء 50,000 يورو تبدأ الأسعار. الله أكبر، معقولة هالدرجة؟ 50,000؟ هذا السعر الحكومي وليس التجاري. الله أكبر. أنا إذا بدي أشتري دكانة 15 متر أو 20 متر قديش بدها تكلفني بهذا الشارع؟ يعني هلا هون الأرقام نحن بنحسبها على المتر، فإذا أنت بدك تشتري مثلا 10 متر مربع فتكون التكلفة 50 ضرب 10 فهي تساوي 500,000 يورو فقط سعر الأرض. يا لطيف. دون البناء. ايوه، اللي معه مصاري تعوا لنشرح لكم كيف تستثمروا او تشتروا في شارع هذا يعد من عليه. ايوه من اجمل الشوارع في مدينه دوسلدورف، شارع الملوك. شارع الملوك كما يسمى. عبد الرحمن فيك تحكي لنا عن هذا الباص؟ قريبا ستبدا فعاليات فيفا اوروبا 2024 في مدينه دوسلدورف، في مهرجان، في باصات من اجل نقل الركاب ومن اجل اخذهم جوله سياحيه في مدينتنا السياحيه. شكرا على التبس الحلو، لانه نحن اكيد راح نكون من المشاركين بهذا الفعاليه. اكتبوا لنا بالتعليقات انتم بتشجعوا اي فريق. لا اكيد. هلا ما بدي اقول فريشة ما حدا يقعد يخاصمني. عبد الرحمن عم بيقول حكينا كثير. هي حياة رجال الأعمال. معي أنا ما مستحيل إني طالما فاتح كاميرا بدي أحكي، من دون حكي ما بيمشي الحال، فأنا دائما لازم أمشي وأحكي وأقول وهيك. فتصوروا مع وجود عبد الرحمن أكيد بدنا نعطيكم نصائح كثير مهمة عن العقار والاستثمار في مدينة دوسلدورف. أهلا فيكم. تصاوير عادية يعني خليك انت هيك لقطات تسمعون. هاي المحكمة هون على الزاوية. اوكا هون يا زلمة. يا جماعة ماشيين نحن بوسط المدينة حاليا. اوه هذا المبنى شو اسمه؟ ميرس بانك. ميرس بانك بس اثري يا غالي. هذا الحجر. الحجر واو، تحفة معمارية يا زلمة. ميرس بانك من البنوك المعتمدة هون في ألمانيا.
هلا والله، صباح الخير يا جماعة. أنا هون في منطقة كتير حلوة. هذا الشارع فيه مسجدين، مسجد تركي ومسجد مغربي، وفي كتير مكاتب للترجمان في حمام مغربي وغيره. انه نحن هون موجودين بشارع، يعني المكان قريب من محطة دوسلدورف، وموجود هون تقريبا اكثر العرب الموجودين هون في هذا الشوارع. يعني هون نحن بوسط المدينة دوسلدورف حاليا. ف طبعا اول شارع من هون